يا رب دايما في هنا وخير وسعاده. الخبز الذهبي النهارده هنعمل يا جماعه خبز. العجين بتاعنا هنرش شويه دقيق من الدقيق الذره دي اهو، وننزل ماشي مخبوزات شيماء والزمن الجميل. اول حاجه معايا نص كيلو دقيق، ولما اقول لكم الخبز الذهبي يعني الخبز الذهبي، لان انتوا هتاكلوا حاجه اول حاجه من غير فرن، تاني حاجه طعمها فظيع في الجمال بجد. نص كيلو دقيق هنحط عليه نص معلقه ملح صغيره، وكمان معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره سكر. كمان هننزل بايه تقريبا معلقه صغيره ممسوحه خميره، صغيره ممسوحه ماشي. وده ايه بقى؟ ده رايب. عندكم حليب اعجنوا بيه، عندكم زبادي اعجنوا بيه، مفيش مشكله ماشي. وحته قشطه اهي كده بالشكل ده كده. وهنسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ بس ادوب معلقة السكر كده الاول بالرايب والقشطة عشان تدوب وما تبقاش محببة في العجينة بتاعتي اهو. مش قادرة اقول لكم يا جماعة بجد بجد العجينة ريحتها حلوة قد ايه. بصوا النص كيلو دقيق هياخد قد ايه؟ مثلا معلقتين قشطة، ده لو موجودة، مش موجودة خلاص. وهياخد معانا معلقة سكر كبيرة ونص معلقة ملح صغيرة، وكمان هياخد معانا ربع كيلو او كوباية ونص من الرايب او الزبادي او الحليب على حسب يعني ما انتوا عاوزين. هنعجن بس فيها عجنة كويسة، احنا مش عاوزينها ايه عجينة بتلزق كده. بصوا كده يا جماعة العجينة عاملة ازاي اهي، مش قادره اقول لكم على ريحتها وعلى جمالها. هتعملي بقى فيها شيماء، هسيبها تخمر تمام، هنغطيها كده ونسيبها تخمر تمام، وبعد كده هنرجع نخبزها ومن غير فرن. بصوا بقى نص ساعه يا دوبك، نص ساعه وهبدا اشتغل في العجينه بتاعتي على طول تمام كده. طيب معايا ايه؟ معايا شويه دقيق ذره. الدقيق الذره ده احنا هنفرد عليه، وكمان في الطبق كده اللي هنقطع عليه العجين بتاعنا هنرش شويه دقيق من الدقيق الذره الابيض. مش قادره اقول لكم يا جماعه طعمه حلو قد ايه، وبيودي العجينه بقى في حته تانية زي ما بيقولوا، يعني بيخلي العجينه بتاعتنا في حته تانية. هنبدا نسمي بسم الله. تعالوا بصوا، هي بتبقى كده فطاير كبيره او خبز كبير كده زي ما انتوا شايفين اهو. ده اسمه خبز الدلع، وعلى دقيق الذره بتاعه ماشي. الخبز اللي احنا عاملينه ده يا جماعه اسمه خبز الايه؟ خبز الدلع بتاعنا. ليه بقى خبز الدلع؟ عشان ده هو خبز متدلع كده. معايا حته زبده بقري، مش قادره اقول لكم الميكس يا جماعه مع دقيق الذره اللي انا هفرد بيه ومقطعه عليه مع الزبده البقري دي. وطبعا متاح ان انت تستخدمي اي زبده انت عاوزاها، بس انا بقول لكم على الاطعمه اللي بتبقى مع بعضيها يعني ماشي. هقطعهم كده ونرجع نفردهم مع بعض ونخبزهم على البوتاجاز. شويه دقيق من الذره بتاعنا ده الجميل ده، الدقيق الابيض ده، وناخد اول واحده فردناها قطعناها، وشويه دقيق ذره كمان كده برضو على الوش اهو. ونبدا ان احنا نفرد العيش بتاعنا او الفطاير بتاعتنا او الخبز حسب ما انتوا هتسموه. طيب العيش ده ما بيبقاش سمين وما بيتنفخش، مش عيش منفوخ لا. بصوا يا جماعه الرغيف اهو، وده السمك بتاعه تمام اهو. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي هنقيد النار بتاعتنا تمام كده، ونبدأ ناخد
معلقه من الزبده بتاعتنا دي اهو، وننزل بيها في الطاسه. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده الطاسه بتاعتي دي اسمها الطاسه الايه، الطاسه العجيبه، الطاسه العجيبه اللي انا ما اقدرش استغنى عنها مهما كانت. الطاسه على طول اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني الغاليين. يا رب دايما في هنا وخير وسعادة. الخبز الذهبي النهارده هنعمل يا جماعة خبز كده من الآخر. عارفين يعني ايه من الآخر؟ يعني حاجة كده بروايح زمان وخير زمان، حاجة كده من الآخر يعني. ماشي؟ مخبوزات شيماء والزمن الجميل. عايزاكم تدخلوا تشتركوا عشان ايه؟ تشوفوا الجمال ده. يلا بينا. النتيجة تجنن، النتيجة بجد تحفة تحفة تحفة. بصوا، عايزة اقول لكم الريحة قلبة المكان. تعالوا بقى كده عشان تشوفوا يا جماعة عامل ازاي. شايفين النتيجة؟ بصوا، انتوا هتاكلوا منه بقى، ده غير بقى حبايبنا الاطفال الصغيرين كمان هيعشقوه لانه حلو قوي قوي. بصوا طعمه فظيع بجد. هتاكلوا بعسل وهتاكلوا بجبنه قديمه، هتاكلوا بكل حاجه.